السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم طريقه الزلابيه زي المحلات بالظبط. بصوا، انا جبت كوبايتين دقيق، وبعدين كوبايه ميه دافيه، ومعلقه خميره فوريه، وربع معلقه صغيره ملح، وكمان نص معلقه صغيره سكر. بس هنحطهم على بعض، وطبعا هنقلبهم، وبعد كده نعجنهم بايدينا او باي حاجه، يعني هي تبقى خفيفه. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا هحط الميه بالتدريج عشان عايزه القوام يبقى كده. انا كده سبتها حوالي تلت ساعه عشان اوريها لكم خمرت ازاي يعني. بس دلوقتي بقى تعالوا مع بعض نعملها. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، انا جبت معلقه طبعا وفيها شويه زيت صغيرين. هعمل بيها ايه بقى؟ هنمسك المعلقه كده بالزيت بس كده، وبعد كده هنحطها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنقلي كده زي ما احنا شايفين. انا جبت زيت غزير كده، طبعا دلوقتي هو سخن. هنحط فيه بقى عجينه الزلابيه زي ما قلت لكم. بسم الله. بصوا هننزل كده الزلابيه، بسم الله، من بعض كمان مع بعض، بسم الله. كده زي ما احنا شايفين هنقلب كده، نقلب عشان هي بتحمر بسرعه، عشان مفيش واحده مننا تتحرق. نخليها لونها ذهبي كده، ولا عايز اغمقها شويه براحته. طبعا انا نسيت اقول لكم على الشربات. دلوقتي دول كوبايتين سكر على كوبايه ميه دلوقتي، وهنعملها برضو من غير شربات. هعمل لكم الاتنين. هنعملها كمان بسكر بودر، وكمان بالاطعمه. يعني لو عندكم صوص فراوله، صوص اي حاجه، اي صوصات يعني، صوص توت، صوص شوكليت، اي حاجه انتوا حابينها ممكن تحطوها عليها من فوق. فدلوقتي كده طبعا على نص ليمونه، وهسيبهم بقى على النار، وبعد كده اطلعهم. بس مش هخليهم يعني يبقى القوام تقيل، لا عادي وسط يعني زي كده. زي ما احنا شايفين احنا طلعنا الزلابيه طبعا على مصفى كده عشان تطلع يعني الزيت اللي فيها تنزله. ودلوقتي بقى زي ما احنا شايفين، دلوقتي هنجيب سكر بودر، او زي ما انا قلت لكم هننزلها في الشربات ونطلعها زي ما اوريكم دلوقتي، او صوصات زي ما قلت لكم. هي سهله جدا، وبجد الولاد هيعشقوها، هيحبوها جدا، بدل ما يجيبوها من بره طبعا بمبلغ قد كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين في الشربات هنحط بقى شويه زلابيه كده. بصوا هنطلعها قوام كده، احنا مش هنسيبها الشربات. بصوا برضو هنطلعها على مصفى عشان نصفي الشربات اللي فيها. ده اول طبق زلابيه طلع معانا، ده اللي بالشربات بس. دلوقتي بقى نعمل مع بعض اللي بسكر البودر. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده برضو، ده بقى هنطلعه برضو على المصفى، بسم الله. ده تاني طبق كده زي ما احنا شايفين، ده هنحط له سكر بودر زي بره طبعا محلات بتعمل كده. ده بقى مش هنحطه في الشربات اللي احنا عملناه او السيرم. زي ما احنا شايفين ده اللي حطيته في السيرم دلوقتي، ده هنحط عليه من فوق الصوصات اللي احنا قلنا عليها. بصوا احنا بننزله كده عشان يبقى مقرمش كده، ونطلعه على طول. نطلعه برضو على مصفى كده عشان ننزل السيرم او الشربات اللي فيه ده. بصوا مقرمش ازاي، سامعين صوته زي بره بالظبط. زي ما احنا شايفين برضو دي صوصات اللوتس او طبعا الاستروبري او الفراولة، وطبعا كمان التوت اللي عجبكم حطوه، او اللي عندكم متاح في البيت، او شوكليت اللي انتوا حابينه. ده كده تالت صوص، بسم الله. زي ما احنا شايفين كده تالت سوري طبق. ده زي ما احنا شايفين هنحط عليه لوتس. ممكن نعمل ده كده بصوص التوت كده. كده زي ما احنا شايفين عملنا بكل الاطعمه كده. يا ريت تجربوه بجد زي بره بالظبط، والولاد هيحبوه جدا. طبعا انتوا عارفين الطبق ده بقد ايه بره يعني، فطبعا لو عملتوه في البيت هيبقى انضف واحسن، وضامنينه كمان.
يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كمان عايزه اوريكم، بصوا هي قعدت شويه طبعا، بصوا القرمشه عشان محدش يقول لي بتقعد تبقى طريه، والله زي بره بالظبط.